السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. تعال نعمل مع بعض تتبيلة للفراخ البلدي الكبيرة، الفراخ البلدي الكبيرة اللي احنا بنقول عليها العتقية أو العتاقي. هنجيب بصلاية أو بصلتين وسط وتوم وفلفل أخضر وطماطم، وعنده بهاراتي فلفل أسود، كزبرة ناشفة، ملح، كاري، كمون، وعندي قرفة ناعمة. هقطع البصل والطماطم وكل المكونات بتاعتي دي هقطعها مكعبات صغيرة، وهبشر عليهم هبشر عليهم جزراية برضو وسط. كل اللي انا عملته ده الطماطم البصل الفلفل قطعته مكعبات وبصلت جزراية وحطيت عليهم معلقة توم كبيرة، وهنا عندي كزبرة ناشفة، ملح، كمون، فلفل اسود، كاري، وعندي معلقة صغيرة قرفة ناعمة. همسك واحط معلقة خل وهمسك الكل هدعكه دعكة كويسة بإيدي. وبعد ما دعكتهم هنا جبت طبق حاطة فيه معلقة فلفل اسود، معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة ملح، ومعلقة كمون صغيرة مش اكتر من كده. وهمسك الفراخ هدعكها تحت الجلد وجوه الفرخة وفي كل مكان كده. بعد ما دعكتها الخلطة بتاعتي هدخلها بين الجلد. انا طبعا الفرخة عاملة فيها فتحات تحت الجلد عشان تاخد من التتبيلة. وبعد ما حشيتهم انا حاطه حله على النار بتغلي. كان عندي حاطه فلفل اخضر، طماطم، بصله، ورق لورا، وقرنفل، وحبهان، وقرفه خشب. دول اللي بحطهم في الشوربه بتاعتي، بتخلي طعم الشوربه روعه بصراحه لاي انواع لحوم او فراخ. طبعا بعد ما حطيتهم هحط الفرخة وهي المية بتغلي دلوقتي، هحط الفراخ بتاعتي، وأول ما تغلي معايا تاخد غلوة هنزل بمعلقة سكر كبيرة. معلقة السكر دي الكبيرة يا جماعة بتسهل يعني بتسرع التسوية بتاعتها. وهنا سبتها حوالي 3 ساعات عشان كانت الفراخ كبيرة عتاقي زي ما احنا قلنا. طبعا الفراخ العتاقي ما بتتحشيش لا رز ولا فريك، بتتعمل لها خلطة زي ما انا عاملاها وبتحطيها عادي كده من غير اي حاجة. وهنا بعد ما لقيتها دخلت في التسوية ملحت الفراخ او اللحمة الكبيرة، ما تتملحش قبل ما تدخل في التسوية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.